في خطوة قد تغير مستقبل طب الأسنان عالمياً، بدأ علماء في اليابان أول تجربة بشرية لدواء يعيد إنبات الأسنان الطبيعية من جديد. ويقود هذه التجربة الدكتور كاتسو تاكاهاتشي في مستشفى كيتانو بمدينة أوساكا بالتعاون مع جامعة كيوتو اليابانية. وقد انطلقت التجربة رسمياً في أكتوبر عام 2024 بمشاركة 30 رجلاً سليماً تتراوح أعمارهم بين 30 و 64 سنة، بهدف التأكد من أمان الدواء وفعاليته. لكن المفاجأة الحقيقية تكمن في طريقة عمل هذا العلاج الثوري، إذ يستهدف بروتيناً يسمى USAG1، وهو البروتين المسؤول عن إيقاف نمو أسنان جديدة داخل الجسم. وعند تعطيل هذا البروتين تبدأ براعم الأسنان النائمة بالاستيقاظ لتنتج مجموعة ثالثة من الأسنان الطبيعية من جديد. والأكثر إدهاشاً أن العلماء نجحوا بالفعل في التجارب الحيوانية، حيث كانت جرعة واحدة فقط كافية لإنبات أسنان كاملة الوظيفة لدى الفئران والنمس. وإذا أثبتت التجارب البشرية نجاحها، يخطط الباحثون لاستخدام هذا العلاج مستقبلاً للأطفال الذين يعانون من نقص خلقي في الأسنان. ويتوقع العلماء أن يصبح الدواء متاحاً تجارياً بحلول عام 2030، وهو ما قد يجعل زراعة الأسنان التقليدية شيئاً من الماضي. فهل نحن على أعتاب ثورة طبية حقيقية تعيد للإنسان أسنانه الطبيعية مرة أخرى؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف الحقيقة. اشترك بالقناة وحط لايك، ربي يسعدك.